شوف بقى، انا عايز اقول لك على حاجه. هتقول لي انت برشلونه وبتكسب بالتحكيم وضربه الجزاء مش ضربه جزاء. هقول لك ما انت ياما ظلمتني قبل كده زمان، وظلمت بايرن ميونخ زمان، وظلمت يوفنتوس زمان، وهنفتح مع بعض. هتقوم انت رد عليا وقايل لي ايه؟ قايل لي ما انت عليك قضيه نجريرا، وعليك تشيلسي اللي عملت وسويت فيه في الابطال، وعملت وسويت فيها برضه في ايه، في الكلاسيكو. مش هنخلص مع بعض. فتيجي انا وانت نبقى حبايب ونتفق انا وانت على ايه يا مدريدي؟ نتفق ان التحكيم اصلا في اسبانيا غير قابل للحياه، كبني ادم يعني. هو مفيش خالص. خلاص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده اول حلقه ليا انا بعمل فيها مجمل الجوله، يعني ايه اللي حصل في الجوله كلها، من سواء بقى الدوري الاسباني او الدوري الانجليزي، لان احنا ما عندناش دوري ايطالي للاسف، انا ما بتفرجش عليه والدنيا مش احسن حاجه. والدوري السعودي انا مش عايز اتشتم فيه، فبرضه مش ايه، انا هعمل عليه تيك توكات وخلاص يعني. وهتكلم على الفرقه الثانيه اللي انا بحبها، اللي هو ايه، برضه باريس سان جيرمان. مش هتكلم على الدوري الايه الفرنساوي بشكل عام، عشان كده ما حدش هيتابعني لو انا بتكلم في الدوري الاسباني بس، الا اللي بيشجعوا باريس سان جيرمان. فاهلا بيك في قناتي واول فيديو ليا. وخلينا نتكلم انا وانت بقى في اللي حصل في ايه، في مجمل الماتشات اللي حصلت امبارح والنهارده، وممكن الاول امبارح كمان، يمكن انا مش فاكر ولا حاجه. صلي بينا على النبي. نتكلم الاول في الدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي ايه اللي حصل فيه؟ الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. مانشستر يونايتد قدر يكسب بيرني على ارضه 3-2. الماتش كان ماشي ازاي يا باشا؟ الماتش كان ماشي كالعاده بتضييع فرص غير طبيعي، غير طبيعي من مانشستر يونايتد. يعني اموريم قال لهم يعني يعملوا ايه لحد ما يوصلوا للجول. يعني قال لهم انت هتستلم الكوره، الدفاع هيسلمها نص الملعب، نص الملعب ورقم 6 هيسلمها للراجل اللي على اليمين او الراجل اللي على الشمال، وبعد كده ان شاء الله تبداوا تطلعوا بهجمه عشان توصلوا للهجوم، والهجوم ان شاء الله يخلصها. هم بقى نسي للاسف يعني، هو نسي لهم على اهم خطوه، اللي هو خطوه بعد ما نعمل الكلام ده كله بقى هنجيب جون ازاي. هو ما قالهاش بقى للاسف. فبما ان هو ما قالهاش، هم ما عرفوش يعملوا ايه بعد ما بيستلموا الكوره في يعني في فاهم في منطقه الجزاء بتاعه بيرنلي يعني. تمام. ادي اول حاجه. طيب، فالحمد لله والشكر لله برضو عرف الماتش يعني، عرف يتلم وعرف يخلص الماتش الحمد لله بان هو ايه، يكسب. كسب 3-2. الماتش كان 2-0 والدنيا، انا اسف، الماتش كان 1-0 والدنيا كانت ايه يعني، رايحه لسكه مش وحشه، مش بطاله يعني. للاسف ام بيرنلي متعادل. ام بعدها بدقيقه على طول راح مانشستر يونايتد ام لاسع الثاني على طول. فقلت كده الدنيا واضح ان هي هتبقى كويسه بالنسبه لمانشستر يونايتد. عرفت تدخل جون، والولا اخيرا الحمد لله بتاعهم اللي هو الواد الوينج رايت ده اشتغل، اللي مش فاكر اسمه دلوقتي، مبويمو. عرف يشتغل وبتاعه، بس للاسف كونيا طلع كان مصاب فما كملش بقيه الماتش، ونزل مكانه لاعب اسمه كيركس بسم الله ما شاء الله ما يتقلعش من الرجل يعني. فقلنا حلو الموضوع كده، واضح انه هيشتغل. للاسف برضو الموضوع ما طلعش انتهى، لان هم سجلوا الهدف الثاني وتعادلوا. يا دي النيله يا طب هنعمل ايه لحد ما فين وفين جالهم ضربه جزاء. اتفرج بقى انت على وش الراجل بقى ساعتها اللي هو اموريم في ضربه الجزاء دي. راجل فقد الشغف. الراجل اللي هو سواء بقى جت ما جاتش، انا غالبا هقدم استقالتي بعد الماتش ده يخلص، لان انا ما بقتش قادر على الضغط. راجل اقسم بالله انا بشجعش مانشستر يونايتد، انا كنت عايز اعيط عليه. المهم الحمد لله برونو عرف يسجلها بعد ما ضيع ضربه الجزاء طبعا الاسبوع اللي فات، والحمد لله الماتش خلص، واخيرا مانشستر يونايتد كسب بعد ثالث جوله. ادي اول ماتش يا سيدي. نتكلم بقى على الماتش الثاني، بما ان احنا في مدينه مانشستر نتكلم على ماتش مانشستر سيتي وايه وبرايتون. مانشستر سيتي بدا بالتشكيله الطبيعيه بتاعته، ومرموش على الشمال وهالاند قدام ريندرز موجود في نص الملعب، والدنيا ايه طبيعيه يعني. بس برضو في خازوق اللي هو اسمه مين، اللي هو بتاع برناردو سيلفا. في نص الملعب بدا بيه برضو. الراجل اصلا غالبا بطل كوره من سنتين ولسه بيلعبه، فخلاص مفيش مشكله، انت مصمم عليه مفيش مشكله يعني، براحتك. الماتش بدا وهجمات من السيتي، وكور مرموش بيعمل فيها البدع. اي نعم هو لسه مش عارف يحط الجون، يعني يحط الكره في الشبكه، بس هو بيعمل اي حاجه تانية غير كده. يعني بيعمل اسيستات، بيسوي، بيعمل. ومانشستر سيتي مقضيها تضييع، عمال يضيع. وعلى فكره الماتش ده هياخدني الماتش تاني شبهه شويه، لسه ملعوب دلوقتي. فالمهم بعد ما خلصنا وحطينا الجون بتاعنا، وهالاند احتفل الاحتفال الجميل بتاعه، واحنا قلنا ايه غالبا كده الماتش ايه بيفنش يعني. قام ينزل الشوط الثاني، اللعيبه كلها نسي الكوره، اللعيبه كلها نسيت بتعمل ايه. برناردو سيلفا نسي الكوره، رايندرز نسي الحياه كلها، كله نسي كل حاجه. فايه رومبرتو ماسك الكوره وماسك مانشستر يونايتد، لعب عليه تقسيمه اقسم بالله ولا تقسيمه في مدرسه كره النادي الاهلي. يعني عملوا كل حاجه ممكن ينفع ان تعمل في الكوره، لدرجه ان الحارس المرمى اللي هو ترافورد بتاع مانشستر سيتي ده لحقهم ان هم يخسروا 6. هم يا دوبك خسروا 2، قاموا حاطين الاول وضيعوا 3-4 اجوان، وقاموا حاطين الثاني. ومانشستر سيتي هس، بس لا في فرصه ولا في لا يمين ولا في مش عارف ايه. فانا قلت الله، هم مش كانوا بيتكلموا ان رودري
هو اللي كان لاحقهم وهو اللي كان منقذهم، وهو كان المشكله كلها ان رودري هو اللي موجود مش موجود، فعشان كده الفريق شكله عامل كده. طب ما هو رودري موجود في الملعب اهو. قلت طب يا واد يمكن الواد لسه ما رجعش لمستواه مثلا. يعني قول يعني ما هو لسه برده عشان مصاب طول الموسم اللي فات، وجه اول ما رجع لسه راح مصاب على طول فما لحقش. فقلت طب نديله فرصه. بس برده في نفس الوقت ارجع اقول لك طب هو الفرقه كلها بتلعب كلها على اساس بس رودري؟ ما هو لو دي كده تبقى مصيبه يعني. فمن الاخر مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ان شاء الله يلعبوا كمان اسبوعين، فانا قاعد اتفرج على الماتش ده عشان الماتش ده غالبا بيبقى في قمه الكوميديا، لان احنا هنتفرج فريقين مش شايفين وفريقين ناسيين الكوره هما الاثنين. فده دي يعني ايه، ده الماتش الثاني بمانشستر بما ان انا كنت في مدينه مانشستر يعني. طيب خلينا بقى نروح للماتش اللي بعديه، اللي هو ماتش مين يا باشا؟ اللي هو ماتش ريال مدريد، عشان هو كان في اليوم بتاع يوم السبت. ولا خلينا نقول ايه، خلينا نقول الدوري الانجليزي كله وخلصه وبعد كده نخش في الدوري الاسباني. نتكلم على الماتش برده من الماتشات المهمه. ماتش تشيلسي للاسف انا ما اتفرجتش عليه فانا ماليش اقول فيه، هو كسب 2-1 والموضوع خلص، انا ما اتفرجتش على الماتش فمش ينفع اتكلم فيه يعني. نتكلم بعد كده على ماتش ايه، ارسنال وليفربول. ماتش في قمه التناحه، في قمه القرف، في قمه الوحاشه اللي في الدنيا. انا ما استمتعتش خالص بيه، مش ده ماتش قمه خالص يعني. ده الفريقين المفروض ان هم هينافسوا على الدوري السنه دي، اللي هو ارسنال وايه وليفربول. ليفربول اداؤه لحد دلوقتي في اول 3 ماتشات اداء صفر، اداء ملط. عندك في لعيبه كتير قوي ما اشتغلتش. انا حتى عملت تيك توك بتقول ان هو ايه، في اللعيبه اللي هي ايه، اللعيب المختفي، اللعيب اللي مش ظاهر، اللعيب اللي انا ما كنتش تعرف ان هو كان موجود في الملعب مثلا. على ايه؟ على امثال جيوكيرس كده مثلا، ده لعيب انا ما شفتوش في الملعب لحد دقيقه 45 مثلا. فده كان مجمل الماتش بقى. يعني ايه مجمل الماتش؟ مثلا الماتش كله على بعضه مثلا فيه بتاع ايه 6 كور متشاطين، 7 كور يا سيدي عشان ما بقاش ايه ببالغ يعني. 7 كور متشاطين من ناحيتين، يعني ده شاط 3 مثلا، ده شاط 4 الماتش كله. لحد في الاخر مسوب ستيك قرر يقول لك بقول لك ايه، انت عمال تعمل لي قلق وتتشقلب لنا وبتاع وعمال تدافع تدافع تدافع. طب يا عم انا هجيب كوره من بعد نص الملعب بشويه فاول، هحطها لك في المقص هناك وعايزك كلب تجيبها. وايه وفعلا ما عرفش يجيبها ودخل الجون والماتش خلص 1-0. الماتش ده انا معلش ليه تعليقات خالص، لان هو بجد ماتش ما فيهوش اي تكتيك. الماتش اللي هو انا هدافع والفرقه الثانيه بتدافع واحنا قاعدين بندافع مع بعض وان شاء الله هنحاول نعمل حاجه في الاخر. وارسنال كالعاده بيعتمد على ايه، على الكورنرات، الكور العاليه، بس المره دي ما عرفش يستغلها مش اكتر يعني. وكورات يتصاب ودي حاجه بالنسبه لمانشستر بالنسبه لليفربول اعتقد مش حاجه وحشه خالص يعني. طيب ادي كمان ايه ماتش ايه ليفربول وارسنال. وانا طبعا دلوقتي بتكلم باختصار في كل الماتشات عشان مش عايز الفيديو يبقى يوسع مني يعني. فخلينا نتكلم كده ايه وننجز في الموضوع. بعد كده لو عايزين بستفيد يبقوا قولوا لي يعني. يا ريت حد يقول لي في الكومنتات اي حاجه يعني يعني يقول لي بقى، يعني يقول لي شايف ايه احسن ممكن اعدله. في اضاءه على اليمين هنا فيها مشاكل انا عارف، وفي ريز كده نازل انا شايف والله، بس مش عارف اعمل فيها حاجه، بس هتصرف يعني ان شاء الله. بجيب حاجه بتنور كده ولا حاجه المهم يعني. طيب نتكلم بقى على ماتش ريال مدريد امبارح. ريال مدريد كفريق دلوقتي بقت منظومه محترمه، يعني في الدفاع محترم، نص الملعب محترم، الهجوم محترم. الله امال فين المشكله؟ انا مش عارف بقى، انا مش عارف اصلا ايه المشكله. يعني ايه يعني؟ هو دفاع حلو ونص ملعب والله العظيم جميل برده مش وحش يعني، بس ناقصه الحته الابداعيه، بس ماشي يعني، يمكن لما بيلينجهام يرجع الدنيا تتظبط يعني. الهجوم بقى كله حلو برده يعني. فينيسيوس رجع لمستواه بعد ما رودري بدا ينافسه. ولا ماستنتينو ده كان راح باريس سان جيرمان بس للاسف خطفوه مننا ولاد اللذينه فما عرفناش نعمل حاجه ساعتها. فبرده ايه، طب ما هو برده يعني يمين حلو وكيليان مبابي قدام مكسر الدنيا. امال انتوا ما تعرفوش تجيبوا جون كتير ليه؟ امال ليه كل ماتش بحس ان في مشكله بالنسبه لكم يعني، عايزين تجيبوا جون بس مش عارفين. فانا مش عارف بقى المشكله فين في ريال مدريد. بس ريال مدريد ماشي بنسق كويس، يعني ايه مبدا السلامه. لو انا هجيب جونين واريح، مش هحور، مش هحاول اضغط قدام، انا هاخد جونين واستقبل لعب بعد كده وهانتخ، ولو عرفت اضربهم بكره في تحول ولا حاجه ربنا يسهل وهنطلق انا ومبابي وفينيسيوس وايه وربنا يسهل. فغير كده الماتش اوفرول تمام ما فيهوش مشكله. وطبعا ايه تبديلات الونسو بدات تتحفظ شويه، اللي هو بيطلع ماسنتينو ينزل برين دياز، مش عارف بياخد مبابي وينزل سوري بيطلع بياخد فينيسيوس وينزل رودريجو، او العكس لو رودريجو اللي بيلعب بينزل مكانه فينيسيوس، يعني بيعمل شويه مدورات كده. فاوفرول هو برده المدورات دي مش حاجه وحشه، وفي نفس الوقت المدورات دي بتخلق شويه ايه حافز للناس اللي هو لا انا عايز العب اكتر فانا هلعب احسن عشان يفضل في الملعب اكتر. فدي برده ايه حاجه محترمه جدا. نتكلم بقى على الماتش اللي لسه خلصان دلوقتي. الله يخرب بيتك يا دنيا اولمو. الماتش خلص تعادل الحمد لله 1-1. الحمد لله انه خلص 1-1 يعني، لان رايو فاركانو كان هيشيلنا، كنا هنشيل يعني. ضربه الجزاء الناس طبعا كلها عماله تتخانق فيها وتزعق وتشتم وبتاع. انا شايف ان ضربه الجزاء من غير اي مشاكل خالص، ولو انت عندك راي تاني فانا بحترمه ما عنديش مشكله يعني، وحتى قول لي رايك تحت في الكومنتات مفيش مشكله. بس انا شايف ان هي ضربه جزاء ما فيهاش نقاش يعني، لان الكوره لا كانت لا في حوزه ده ولا في حوزه ده، بس في الاول في الاخر اللي لمس الكوره اخر واحد مين؟ كان لامين يامال، ولوب بعد كده خبطه في رجله، فبالتالي تتحسب ضربه جزاء. انا شايف كده، ممكن وجهه نظري غلط ممكن، بس انا شايف ان انا صح يعني، لان انا بحب اسمع كلامي، لان انا دمي خفيف على قلبي جدا زي ما المفروض ناس كتير عارفه يعني. بس انتوا عشان انتوا لسه في اليوتيوب ما تعرفوش، بس انا دمي خفيف على قلبي عامه يعني. طيب
نتكلم بقى على الماتش في الشوط الايه، في الشوط الاول. في الشوط الاول برشلونه ضاغط، هجمات، تضييع بلا هدف. فيرمين قرر ان هو يتالق، يضيع كور ما بتضيعش، الكره تجي له سريعه شويه يكسل انه يجري لها، كره ملعوبه في على اليمين خالص، طلع يجري يجري وبعد كده فقد الشغف وقرر ان هو طب انا هتدنجل شويه، طب ما دي كره كانت سريعه كنت ممكن تعمل فيها حاجه، بس ده فيرمين يعني مفيش مشكله. اولمو كره قدام الجون يعتبر فاضي، توقف في 6 يارده، قام حاطها في السماء، ودي حاجه طبعا كنا هنتشل كلنا لما شفناها. بس في الاول وفي الاخر ايه، الشوط الاول خلص 1-0 بس. لامين يامال حط الجون، وغالبا لامين يامال بقى الجول تيكر، بقى ده البينالتي تيكر الاولاني، وانا مش عارف دي حاجه حلوه ولا وحشه، بس انا مش مبسوط بيها قوي يعني. تمام، بس هو دخلها جون برده فمفيش مشكله. الشوط الثاني بقى برشلونه ما نزلش الملعب. برشلونه قرر ان هو يلعب بالناشئين، غالبا انزل لعيبه اشباه اللعيبه اللي كانت بتلعب في الحقيقه، اللي هم اللي لعبوا في الشوط الاولاني، نزل اشباههم بقى. ليه؟ لان الشوط الثاني اوفيدو اسمه ده ريو فاليكانو هم اللي ماسكين الكوره، ريو فاليكانو هم اللي بيعملوا خطوره. خوان جارسيا الحارس بتاعنا ده هو اللي لحقنا اعتقد، لان مفيش حد غيره كان هو ممكن يلحقنا غيره، لان احنا لو كان عندنا تشيزني ولا الواد العويل التاني ده ولا تير شتيجن كان زماننا شايلين قته يعني. فالحمد لله ان احنا على الاقل اتلحقنا، لان احنا كنا هنخسر طبعا خساره فادحه يعني. الجول الاولاني بتاع فاليكانو ما اعرفش كوندي راح فين، بس هو كوندي غالبا كان في اجازه ولا حاجه، او طلع يصيف، او بيلبس اللبس الغريب بتاعه ده، وراح مثلا يلاقي باريس مثلا عشان عنده جلا ولا حاجه، او يعني يمشي على الكات ووك باللبس بتاعه ده، لان هو ما كانش مغطي على اللعيب. يعني اللعيب واقف، لو انا مفيش تحت ضغط عليا، الكوره جايه على رجلي، طب ما احطها جون، ما هي اسهل يعني. فالمهم الكوره دخلت الجون والموضوع خلص، وايه 1-1، وقلنا ربنا يسترها. دخلوا جون في الاول واتحسب اوف سايد وهي اوف سايد، دخلوا جون تاني وبرضه اتحسب اوف سايد وهي فعلا اوف سايد. المشكله بقى الجدل كله كان فين بقى؟ الجدل كله ان الوقت بتاع ضربه الجزاء بتاع برشلونه الفار فيه كان عطلان. طب يا عم الحاج، انا دلوقتي واحد جاي من برشلونه، جاي راكب الباص بتاعي وجاي لك عشان العب عندك، راجل على ارضك. الفار ده بتاع الاتحاد الاسباني او رابطه الليجا الاسبانيه، كل ما فيش حاجه تخصني فيه يعني، انا ماليش دعوه يعني. انا ليه اتقال عليا انا رجرير؟ انا مالي يا عم؟ يا عم هو انا ذنبي ايه يا باشا؟ الفار ما اشتغلش، انا لازم بقوم انا مالي؟ الفار ما اشتغلش ده، روح عاقب اللي عمل كده، ما تعاقبش انا مالي يا عم؟ الكره ضربه جزاء، اصلا شايفها ضربه جزاء، انت بقى شايفها مش ضربه جزاء فبتلبس ان الفار عطلان، ده ما يخصنيش، مش بتاعتي، خد بالك. بس في الاول وفي الاخر اديني اتعادلت، وادي يا عم لو انت بتقول غضب ربنا نزل عليا عشان كنت ظالم، فاديني اتعادلت في الاخر والماتش خلص. لو هروح بقى الماتش باريس سان جيرمان فهو خلص 6-3. الماتش كله احنا كده دايسين عليهم طبعا طول الماتش، ما عدا اخر 10 دقائق يعني 5 دقائق كده، اللي هم ايه دخلوا جونين في دقيقه كده، اللي هو كلفته عشان بيرالدو. طبعا عندنا المدافع اسمه بيرالدو ده، اي حد عايز يكسب باريس سان جيرمان يلعب يعني يصيب المدافع وينزل بيرالدو مكانه هيكسب على طول، لان بيرالدو طبعا مش مدافع ولا لعيب كوره اصلا. بس الماتش ما فيهوش حاجه مميزه خالص الا لعيب واحد، جو نيفيز. طبعا اللعيبه كلها كانت كويسه، المنظومه بشكل عام كانت كويسه، لان الماتشين اللي قبلهم كسبان 1-0 الشوط الماتش الاولاني، كسبان 1-0 برده الماتش الثاني. الماتش الثالث الوحيد الحمد لله ان انا عرفت اكسب فيه اكتر من واحد، بس كسبت 6 يعني الموضوع بهوأ مني. الجون الاولاني جو نيفيز استلم الكره على صدره في نص 6 يارده، استلم الكره وحملها باك وورد على طول، جون فشيخ. خش اتفرج عليه، خش اتفرج على الثلاثه عامه بشكل عام بتوع نيفيز يعني. فالجون قلت دبل كيك شكله ولا جميل وجون ممتع وحلو وبتاع، بس الدبل كيك ده مش احلى حاجه، في دبل كيك احسن منه. قال لي يا باشا عينيا الاثنين، اجيب لك واحد تاني دلوقتي. بعدها يجي الكوره برده تاني، كوره تلعب له من على اليمين، يقوم مستلمها من بعيد شويه وقوم حاطط دبل كيك بقى، دبل كيك بتاع ريفالدو في برشلونه لما جه في برشلونه، بس من جوه شويه. جون فشيخ، جون فشيخ، احلى جون في الموسم بالنسبه لي لحد دلوقتي يعني في كوره الدوريات، ده بالنسبه لي طبعا عشان انا مشجع باريس يعني، فما علينا يعني. ولو هتقول لي في حد بيشجع باريس، في كتير يعني، ما بلاش بقى الكلمتين دول عشان سمعتها كتير قوي، ما علينا. بس والماتش ماشي، ضربتين جزاء دخلناهم، جالهم ضربه جزاء، قام شيفيليه ربنا يبارك له قام صد لنا الاولانيه. الحكم يسكت؟ لا ابدا، قام عايد الكره تاني بعد ما الكره اتلعبت بدقيقتين، قام راجع قال لك لا فيتينيا دخل منطقه الجزاء لازم نعيدها تاني. يا عم يهديك الكره اتلعبت خلاص، لا ماليش دعوه، خلاص يا عم نعيدها تاني، يلا مش مهم يجيبوا جول مفيش مشكله، قام شيفيليه صاددها تاني والموضوع اتلم وفضلنا كسبانين والدنيا حلوه. يجي الجون السادس، الكره ترد من المدافع، يقوم حاططها جو نيفيز برده بوش رجله في المقص. يخرب عقلك يا ولا انت، عشان محدش بيتكلم عليك وانت متضايق تبان غالبا ان احنا بنتكلم على فيتينيا بس وبنشتم في ديفيد رويز، فتقوم انت عامل فينا كده؟ ما خلاص يا عم هنتكلم عليك، ما تزعلش نفسك كده. المهم كسبنا الحمد لله وباداء مقنع جدا من كل اللعيبه. مندش بس اللي غالبا لسه مش في الفورم قوي، بس ان شاء الله يرجع الفورم يعني. وبس ادي كده ايه، ده ملخص الدوريات، او دي ملخص الماتشات اللي انا شفتها يعني. اتفرجت على ماتشات اكتر من كده بكتير الصراحه، سواء في الدوري السعودي
او الدوري المصري للاسف يعني. بس ايه، مش هتكلم على الحاجات دي كلها لان الكلام ده كله بلاش منه يعني، عشان ايه ما نجيبش مشاكل لنفسنا يعني. اول حاجه في الاخر ما تنساش بقى تعملي لايك، اعملي بقى سبسكرايب، اللي هو على راي اللوست عبده اعملي الصوبع، واعمل لي بقى سوي لي السبسكرايب ودوس على الجرس عشان يجي لك فيديوهاتي اول باول لما ان شاء الله انزل حاجه تانية. ان شاء الله انزل يعني، ان شاء الله مبقاش حاجه بالعين كده. وبس يا حبيبي، خلصت الموضوع على كده. يلا سلام عليكم، سلام يا رجاله.